السلام عليكم. اخواتنا وحبايبنا، احنا بنمر بأزمة والناس كلها عارفة ان احنا بنمر بأزمة وعندنا مشاكل عندنا مشاكل. عندنا ازمات في النادي الاهلي، عندنا ازمات في النادي الاهلي. خد لك بقى الاخبار اللي طالعة لا ليها مبرر ولا ليها معنى، وكل واحد بيشجع النادي الاهلي لكيان النادي الاهلي لازم يخلي باله من الكلام ده كويس جدا. انا النادي الاهلي انا دايس على وش القارة كلها من كبيرها لصغيرها، مفيش فريق فيك يا قارة الا وعلمت عليه. علمت عليه على ارضه وعلى ارضه، وعلمت عليه بطولات، وعلمت عليه لعب، وعلمت عليه كره، وعلمت عليه في صفقات، وعلمت عليه في كل حاجه. اللي يطلع يقول لك طرق بيتفاوضوا معاه، او في ناس مش من الاداره، من بره الاداره، ناس مقربين بتفاوضوا مع توربو عشان خاطر ينهي التعاقد، في منه الكلام موجود. الناس اللي طلعت تقول لك اصل اشرف بن شرقي شال كلمه لاعب في النادي الاهلي من على الانستجرام، والناس تقول لك اصل هو ما كانش موجود، واصلها كانت موجوده الكلمه، اصلها ما كانتش موجوده الكلمه. احنا لا يفرق معانا اشرف بن شرقي ولا يفرق معانا غير اشرف بن شرقي. اللي عايز يفضل موجود في النادي اهلا وسهلا، ويعرق ويعي وما يبخلش علينا بكل نقطه عرق على التيشيرت ده، يا اهلا وسهلا فيه. اللي يطلع يقول لك اصل الناس في النادي الاهلي هيرجعوا جوميز، اصل الناس في النادي الاهلي هيرجعوا كولر، اصل الناس في النادي الاهلي هيرجعوا فايلر. ممكن احنا حاطين نفسنا في الازمات دي وحاطين في الازمه دي، واحنا نستاهل ان كل اللي يسوى اللي ما يسواش يطلع يتكلم ويفتي. يطلع واحد يبدن علينا يعني بكل برود وبكل اخبار عمرها ما كانت صح. واحد زي محمد عراقي يقول لك اصل سعد الشلبي بياخد مليون و800 الف او مليون و600 الف، او كابتن الخطيب بتوصل. كابتن الخطيب يا عراقي يا اللي ما بتفهمش حاجه، انت عمرك ولا عمرك طلعت قلت خبر زي الناس بتوسط وكلم اسمه ايه ده، تركي، عشان خاطر يدفع شرط الجزاء لطرق؟ ما حصلش الكلام ده ومش هيحصل. بس هو اي فتي اي ريتش والسلام. يعني انا ما بدافعش عن كابتن محمود الخطيب. عندنا اخطاء بالجمله، اداريه بجملتين ثلاثه، فنيه بثلاث اربع جمل، اللعيبه ما تستاهلش ما تستاهلش، الصفقات كان غلط دخولها النادي الاهلي، والسبب في كده الكابتن محمود الخطيب والاداره كان بها. بس في حاجات في خطوط احنا مش هنعديها. اصل احنا جمهور النادي الاهلي، احنا جمهور مش اهبل. مش احنا جمهور اللي ترقيصه تودينا وترقيصه تجيبنا. احنا عارفين كويس كابتن خطيب عمره ما هيتوسط ولا عمره هيكلم تركي الشيخ عشان ندفع شرط جزائي لحاجه. الناس محبين النادي الاهلي ورجال اعمال لو عايزين يدفعوا هيدفعوا الصبح ويمشوه. بس احنا اللي حطينا نفسنا في الازمات دي. امام عاشور رايح القادسيه السعودي، والراجل السعودي في منه الكلام ده ولا مفيش؟ مش هيفرق. احنا ما بنقفش على امام، لو كنا وقفنا على بوتريك كنا وقفنا على محمد بركات. كانت حياتنا وقفت بعد عصام الحضري، كان مهاجميننا وقفوا بعد حسام حسن، كانت دنيتنا اتركبت بعد وائل جمعه. امام لسه فاضل له سنتين، هيجي وهيركع وهيقعد في النادي الاهلي غصب عنه لغايه ما النادي يمشيه بمزاجه. حتى لو اتفق ووقع زي انت بتقول، لو العرض مش مناسب للاهلي الاهلي مش هيمشيه. ونفس الفكره طلعنا قلنا الكلام ده يا اسامه ابو علي، يا جماعه العرض لو ما كانش مغري ب 8 مليون ولا 7 مليون دولار الاهلي ما كانش هيمشي وسام مخبط راسك في اقرب حيطه. فلا تقول لي اشرف شاء ولا امام ماشي ولا كميه الشائعات والكذب اللي على مدار 3 4 ايام. ده احنا لسه كمان داخلين بقى ايه، فتره توقف دولي، وهيبقى الجماعه الصحفيين اللي اشباه الصحفيين اللي زي محمد رائع كده ما لهمش شغلانه غير فبركه الاخبار عشان يلم ريتش عشان يعمل جو. هيقول لك بقى شال لجنه السكاوتنج، جابوا المحامي اللي كان معانا الاول، هنراجع العقود، هنقيم اللعيبه المحترفين. كل ده كلام حلو، كل ده كلام جميل. كل من هو بيشجع النادي الاهلي اهدى وركز واعرف انت بتشجع النادي الاهلي. انا النادي الاكبر في القاره دي، انا نادي معايا 45 دوري، انا نادي معايا 36 كاس، انا نادي معايا 12 دوري ابطال، معايا 8 سوبر افريقي، معايا 16 سوبر مصري. انت واعي انت بتتكلم عن ايه؟ انت فاهم؟ اقرب واحد ليك اللي بيقولوا غريمك التقليدي مع 14 دوري، معاه 5 دوري ابطال افريقيا، معاه 28 كاس، معاه 5 سوبر افريقيا. يعني لا انت بتتعداني في عدد البطولات المحليه، ولا عدد البطولات الافريقيه، ولا مباراه سوري بتلعب من ماتش واحد، ولا حتى في المواجهات المباشره انت بتتعداني فيها. انت لما لعبنا 240 250 مباراه انا فاز عليك 100 وشويه منهم، وانت فاز حوالي 60 تقريبا وتعادلنا حاجه و80. فالدنيا اصلا بطبيعه الحال يعني بقى انا مش عارف. يعني انا اما مش عارف انتوا بتتكلموا في ازاي، بتتكلموا عن ايه؟ عندنا ازمات بالكم اداريه وفنيه واللي انت عايز تقوله قوله. بس كل ده هيتعدل. الموجة الكذب بقى واللجان اللي شغاله
وكميه الاخبار المفبركه اللي طالعه دي كلها عمرنا احنا جمهور النادي الاهلي ما هننصرف ورا الكلام. احنا عارفين احنا عايزين ايه. جمهور الاهلي بيشجع الكيان النادي الاهلي. احنا مش زي ناس ترقصت وتخلينا نشجع لاعب وترقصه ثانيه تخلينا نشتمه. احنا اللي بدي النادي وبيعرف عشان النادي حبيبنا وعلى راسنا من فوق واحنا معاه لاخر الدنيا. اللي مش هيعمل كده في 60,000 داهيه. خد بقى قيس على كده امام، وقيس على كده اشرف بن شرقي، وقيس على كده طاهر محمد طاهر، وقيس على كده كموش، وقيس على كده سيد عبد الحفيظ، وقيس على كده كابتن محمود الخطيب، وقيس على كده احدث لاعب داخل النادي الاهلي. الجديد والقديم احنا بنشجع كيان النادي الاهلي. اكتر من كده مفيش، اقل من كده. احنا يهمنا كيان النادي الاهلي. سواء كنت لاعب بقى، جهاز فني، جهاز اداري، احنا مشجعين ما بناخدش حاجه من النادي ومحدش بيدفع لنا حاجه. واذا كان في لجان بتدفع لها فيدفع لها، بنطلع نقول اللي بيستنى واللي احنا شايفينه. صفقه كاموش كانت غلط، صفقه محمد شريف كانت غلط، صفقه مروان عثمان كانت غلط، وقبلهم مدير الفني ده كان غلط، واللي اول ريبيرو كان غلط. وتطلع ناس تالف تقول لك اصل الاهلي بيدفع 3 مدربين. ما بيدفعش 3 مدربين. احنا الراجل اللي هو ريبيرو خد مستحقاته، وراجل هو رفع قضيه واحنا استأنفنا عليها وما بياخدش فلوس. كولر اتساوت مشكلتنا معاه، الراجل خد فلوس وخلص من زمان. وحتى احنا لو عندنا اخطاء فاحنا عندنا اخطاء وبنتداركها. ما عليناش 2.5 مليون دولار ولا 3 مليون دولار عقوبات من الفيفا. يعني اللي طلع تتكلم عن اهدار مال عام، يعني طلع عامل فيها الشريفه الخضراء او الخضراء الشريفه زي ما بيقولوا، طالع رسائل خليل كوميدي بتاع نادي الزمالك، اصل ده اهدار مال عام. اصل ايه يا عم انت؟ يا عم بص لناديك، يا عم بص لناديك. ما تقعدوا يعني الموضوع مش مستحمل. بص لناديك، هي مشيت معاك شويه يا سيدي خليها تمشي معاك شويه، بس في الاول وفي الاخر انا هفضل دايس على وشك وهفضل بعمل كده ومفيش حاجه هتتغير. وده اللي موجود، وده النادي الاهلي، وده كيان النادي الاهلي. ودي كانت رساله لكل من هو بيشجع النادي الاهلي من قلبه. سلام.